هي قد تكون طبيعة في الإنسان ومن قلبه نظيف جدا يعني. لكن إذا في ملاحظات، حاول تطوع أنت هذه العادة أو الطبع اللي عندك، وتحاول تغير. يمكن تطبيع العادات أو تغييرها أمر ترى مو سهل، لكن حاول أنك أنت تطوع هذا العادة والطريقة والأسلوب اللي أنت شايفه مرة مرتين ثلاثة، يا أخوي والله بتصير زين يعني. فمثلا إذا أنت عندك مناسبة والناس جايينك من كل مكان، من شرق وغرب وشمال وجنوب، عشان يأدوا دورهم في هذه المناسبة، واجبهم، ويسلموا عليك ويباركوا لك يعني. وأنت ما ترابي بالعيون، ما تطالع، لا تناظر ولا تبتسم. أنت تناظر في ناس تانيين بس ماد ايدك كذا. فأنا شايف إنه مش حلوة يا أخي، مش حلوة. هذا الناس جايين يعني، جايين يشاركوك أنت، جايين يقدموا لك يعني التهنئة مثلا يعني. وقيس على ذلك يعني، سواء في الافراح ولا في الاتراح يعني، جاي يشاركونك ويواسونك مثلا في مصابك يعني، وانت ما تطالع ولا مهتم بالناس وطالع قدام. يعني حقيقة عادة غريبة يعني. فانا انصح نفسي، لان انا بعض الاحيان كثير من الاخوان يقول يا اخي انت تمر بسيارتك حتى ما ترد على الناس السلام. وهذه عادة عندي أنا، مشكلة يعني إني أنا ما أركز في السيارات اللي رايحات وجايات، ما كأني شايب يعني، مسك السكان مال السيارة وأروح قدام، ولا طالع لا يمين ولا شمال، وأسمع أنا هرنات السيارات بيب بيب بيب، ولا أعرف هذا حال مين يعني. فهذه أيضا من الأمور يعني. لكن إنه أنت عندك مناسبة فرح ولا حزن، الله يبعد عنا الأحزان يعني، وما تناظر في الشخص اللي جاي يؤدي واجبه معك. انا اخوي والله انا شايف انك انت لازم تراجع نفسك وتحاول تبدل الطبع هذا اللي عندك. مرة مرتين ثلاث بتنجح، والله بتنجح.